السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اول حاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا بغيت نقول الاسود الاطلس مبروك عليهم الفوز على كندا ان شاء الله يا ربي. هيدا مع اللي باقي المباراه اللي باقيين كاملين، ولما لا انهم ياخذوا كاس العالم. نتمنى لهم كل التوفيق. البنات اليوم جيت نشارك معكم هذه الكيكه هذه طبعا كيكه قدره قادر، كاينش اللي ما كيعرفهاش. هذه شاركتها معايا صاحبتي هذه الايامات وفكرتني فيها وشهدني فيها، قلت ضروري نعدلها نشاركها معكم هذا النهار. نجوزوا المقادير طريقه التحضير. المهم بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نبداو بالطبقه الاولانيه اللي هي الطبقه ديال الفلون. غادي نعدلوا الكراميل ديالنا كما هو معروف. الطريقه ديال الكراميل معروفه، كنعدلوا السكر يذوب كنحرقوه وكنرجعوه كراميل. انا غنستعمل الفلون اللي كيجي معاه الكراميل ديالو، ولكن واخا هيداك عدلت هذا الكراميل هذا لانه كيعجبني اكثر من اخر. صافي هنا من نعمه الكراميل ديالي كنحاول نجوزو على الطاوه كامله باش غادي يجوز حتى في الجوانب. كيعجبني يجي عامره بهذاك الكراميل، كيعطي مذاق مزيون. انا هنا غنعمل الكميه جوج الكيكات، يعني جوج الكيكات غنعمل الكميه ديالها. غنقول لكم المقادير وانتم غتقسموهم يعني بالنسبه للناس اللي يعدلوا واحد الكيكه. هنا الطريقه ديالي انا مغايره ديال الفلان او ديال الطبقه الاولانيه. هنا عملت 400 ملي د الحليب العادي، وهذا حليب مدخن. سبق لي عملت معكم الفلان به، هذه الطريقه اللي كيعجبني نعدل بها الفلان. فهنا عندي 300 ملي كما كتشوفوا. هذه الماركه هذه نستلي الحليب المدخن، فغادي نعدلو. صراحه ساعه كنزيد حتى الحليب نيستلي ملي كنكون نعمل فلان البيضات، لكن دابا غادي نعمل الفلان العادي اللي هو ديك رويال، ففيه السكر ديالو. هنا عندي القشده او الكريم الثقيله الهيفي كريم اللي هي 300 ملي. المجموع اللي عندي هنايا البنات يطرو ما بين او 1 لتر ما بين الحليب والكريمه والحليب المدخن. 1 لتر اللي غنقسمو على جوج، كل طاوه غيجي فيها نص لتر. هنا كما شفتوا ضفت الساشيه ديال الفلان. هاد الساشيه ديال الفلان كنشريوه من هنا من امريكا. يعني كتاخذ يطرد الحليب، او كورت هنا في امريكا كياخذ يطرد الحليب ناقص شويه. هذيك الباكيه ديال الحليب اللي كتجي، هذيك اللاطه الحليب اللي كتجي فحال نص يطرو ديالنا ديال المغرب، لا هي كتجي كبيبره شويه. هو هذا هضروا هي طبعا معروف كاين موجود في اي مكان. هنا صافي من بعد ما خلطت الفلون ديالي مع الحليب مع المسائل كلها، وكنبقى نخلطو حتى كنتحصلوا على يعني ديك الكشكوشه في الراس بحال اللي كيغلي الحليب ديالنا. هو واجد. هنا غادي نعمل نص الكميه كما كتشوفوا. نص الكميه نعدلها في هذه الكيكه، والنص غنعدلها في طاوه اخرى اللي هي هذه 16 سنتيم والثانيه 16 سنتيم. ف يعني المقادير هي نص لتر ديال الفلان. يعني كتعدلوا الا كنتو تعدلوا الفلان العادي هذاك تشينو ولا اي فلان اللي بغيتوه، كتعدلوا نص لتر. هنا غنعمل كيكه كبيره ديال الكاكاو. الكيكه ديال الكاكاو بزاف الناس كيعرفوا يعملوها، ولكن انا نقول لكم الطريقه ديالي. انا المفروض كنعمل فيها 3 البيضات ملي كيكونوا حجم كبير، ولكن دابا حيت البيضات صغارين غنعمل 4. هنا عندي كاس الحليب، كاس السكر، كاس الزيت، و3 الكيسان د الطحين، 2 معالق ديال الكاكاو، ومعلقه كبيره ديال الفاني السائل، ممكن استبدالو بالفاني سكر، وشويه الملح هنايا. وضروري مع الطحين عندي الخميره اللي هي 14 غرام. الكميه الكبيره ديال الكيكه او الكيكه الكبيره كيجي فيها 14 غرام ديال الخميره. بالنسبه الطريقه ديال الكيكه راها معروفه، وهنا مشاركه معكم يعني كيكه في القناه ديالي. هنا كنهرس بيضه مور بيضه باش ما كنجبرش شي وحده خسره كتخرب لي كلشي، وكنعملوه في الطاوه دي في البول ديالي وكنخلط. الطريقه العاديه ديال الكيكه كل واحد يعني يقدر يعمل الكيكه اللي بغا. وهاد الكيكه هاديه ديال قدره قادر تقدر تجي حتى بالجينواز. كتجيب الجينواز فحال الشكل ديال الطرطه، كتجي مزيونه حتى هي. اذا بغيتو تعملوا جينواز كتعملوا جينواز، تعملوا الكيك ديال الكاكاو او الكيك ديال الفاني، ماشي مشكله. يعني نتوما والرغبه ديالكم. انا فقط بغيت نعدلها بالكيك ديال الكاكاو، كتجي في المذاق رائعه. صافي هنا المقادير كنضيفهم شويه بشويه، ما كنحتاجوا لا طراب كهرباء الا حتى شي حاجه، غير باليد غنخلطوا عاديه. وكما قلت لكم هاد الكيكه الكبيره غادي نعدلها انا غنقسمها على جوج، يعني نعدلها على جوج ديك الطاوات. يمكن لكم تعملوا فقط بيضه كبيره الا كانت وحده عندكم، واحد الكيكه وواحد البيضه كبيره، والنص الكميه ديال هاد اللي عملت انا في الكيكه فقط.
يعني هنا انا نعمل كيكه كبيره باش غنقسمها على جوج. كما كتشوفوا كنضيف المقادير شويه بشويه وانا كنخلط كتجانس الحاجه الاولى كنضيف الحاجه الثانيه. هنا صافي واخا عندي الطحين مغربل كنعاود نغربلو. هذه الحاجه اللي كنأكد عليها الصراحه، ان المقادير يكونوا بالحراره ديال المطبخ، وان نغربلو ونعاودو. دابا الكاكاو عندي مغربل كنعاودو، والطحين نفس الشيء باش كتجي شويه من داخل منفوشه يعني ومفشفشه، ما كتجيش يعني مدقصه. وصافي هادشي اللي كاين، لانه الطحين خصوصا دابا مع البروده دغيا كيعمل هذاك كيرطب، كيعمل رطوبه كيبدا يتكور. صافي هنا ملي غادي نسالي الكيكه ديالي عاديه شويه مورا شويه الطحين وانا يعني كنخلط، غادي نمر باش نعدلها في الطاوه ديالي. يعني نكون انا بردت الفلان ديالي اللي عملته كما شفتوه، غنبردوه 3 سوايع كيبرد وكيجمد معنا، خصوصا هاد الرويال بسرعه كيجمد. صافي هنايا كنضيف كما كتشوفوا الخميره د الحلويات مع الطحين ديالنا وكنخلطوا وكنجمعوا الكيك ديالنا. الخليط ديالنا خصنا نتحصلوا عليه ما يكونش قاصح بزاف. وبالنسبه للكاكاو اللي باغي انه يزيد الكاكاو يعني يتحصل على كيك اللون ديالو اسود غامق، فيزيد الكميه ديال الكاكاو وينقص من الكميه ديال الطحين. صافي هادشي اللي كاين. هنا من بعد ما خلطت المكونات وتحصلت على هذا القوام هذا، ما خصوش يكون ثقيل بزاف باش ما عاود ما يطلعش حتى ما يطلعش يبقى مدقس، خصو ضروري شويه ماشي خفيف وماشي ثقيل بزاف عاود باش يجينا مزيان. انا هاد الخطوه هذه ضروري في الكيكه ديالي الشوكولا كنعدلها، وهي انني كنضيف شويه ديال الجوز او ديال الكركاع اللي متوفر عنده طبعا، اللي ما متوفرش فماشي مشكله، او اللي بغى يعمل لوز او شي حاجه مهم كيزيد واحد اللمسه. فهنايا كنضيف هاد الجوز هذا ولا هاد الكركاع بهاد الطريقه هذه غير بيدي، حيت باقي طري. واذا ما كانش باقي طري يمكن لكم تعملوه يسخن شويه باش كيسهل عليكم انكم تهرسوه غير بيدكم. ومني كنجيو نعطوا الكيك ديالنا كنحسوا بهذاك المذاق ديال الكركاع فيها. صافي غادي ندخل هذاك الكركاع وغادي نخوي هذا الخليط ديالنا على الكيك ديالنا اللي نجبدو من الثلاجه. كما غادي تشوفوا غنجبدو بالثلاجه كما قلت لكم من بعد 3 سوايع. انا عملتها في 10:30 الصباح وجبدتها مع ديك 2:30 باش كملت على الكيكه ديالنا. كيتسمى الوقت يمكن لكم تدبيتوها ماشي مشكله، يعني ماشي مشكل الوقت، غير هو ما تجبدوهاش قبل باش تكون شابره في راسها. هنا جبنا واحد الصينيه غنحطوا عليها هذاك الطاوه ديالنا ديال الكيك او ديال الفلون، وغنحطوا عليها الكيك من فوق كما كتشوفوا. انا غادي نحط نص الكميه كما قلت لكم، والنص الثاني غنضيفوه على الكيكه الثانيه اللي عندي. وهنا ملي كنت كنخلط الكيك ديالي كنت عامله الغلاي الكهربائي، كان عمر فيه الماء كانوا كيغليو. وهنا غادي نعمر هذا الصينيه كما كتشوفوا باش نطيبوا الكيك ديالنا في باب ماغيه او حمام مريم. صافي غندخلوا الفران على درجه الحراره 180 وغادي نشعلوا له طبعا عين من تحت وما كيتعطلش ما كياخذش وقت بزاف. وصافي ملي نخرجوا نخليوها تبرد. وكما كتشوفوا هذه هي الكيكه ديالنا. كنزوقوها باي حاجه بغينا حنا. انا عملت اللوز فيلي من فوق ويمكن لكم نتوما ما تزوقوهاش، يعني ديكشي على حسب الرغبه. انا فقط كان عندي متوفر اللوز فيلي فقلت نعدلو له من فوق لما لا. كتجي الصراحه رائعه، كيجي المذاق ديالها مزيون. غير هذا الفلان هذا بوحديته الا جربتوا طريقه الفلان انا سبق لي عملتها معكم في القناه، ولكن عملتها بالبيضات. دابا عملتها بالفلان رويال. اللي عنده كوا خضار حتى هي كتجي واعره بزاف، كتجي لذيذه مع الكريمه. يعني طريقه الفلان نتوما يعني تختاروا فيها. وهذا هو الشكل النهائي للكيكه ديالنا. نتمنى انه ينال اعجابكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تعملوا لي اعجاب، تخليوا لي كومونتير حيت هما اللي كيشجعوني. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. دمتم في رعايه الله والى لقاء اخر ان شاء الله.